السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتحاد الكرة بيعلن حكام جولة الحسم للدوري المصري الممتاز. جايب حكم ألماني لمباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا بناء على طلب الزمالك. طب مباراة بيراميدز هيحكمها محمود ناجي حكم ساحة وخالد الغندور حكم فار. اللي أنا عايز أدردش بقى معاك فيه حكم لقاء الأهلي والمصري البورسعيدي مين؟ يا باشا مفيش حد غير امين عمر الفاخر. امين عمر حكم للقاء الاهلي والمصري. يا باشا انت عارف يعني ايه الامين عمر اللي يحكم المباراة دي؟ لا ما انتش عارف. اللي ادار لقاء الجولة الاولى بين الاهلي والمصري هو امين عمر. فاتحاد الكورة قرر انه يجيب نفس الحكم اللي ادار لقاء الاهلي والمصري في الجوله الاولى يدير ايه جوله الحاسم. طب دي مشكله؟ والله ممكن ما تكونش في رايك مشكله، لكن لما تعرف ان امين عمر ادار في الدوري هذا الموسم 16 لقاء. لقاء الاهلي والمصري يوم الاربع في جوله الحسم هو اللقاء ال17 لامين عمر. برضه تقول لي مفيش مشكله، اقول لك طول بالك. من ال17 مباراه دول 5 للنادي الاهلي. امين عمر سوف تصبح مباراه الاهلي والمصري في جوله الحسم خامس مباراه يديرها للاهلي هذا الموسم. ادار للاهلي لقاءين، للمصري لقاء الدور الاول والدور الثاني، وادار لقاء الاهلي وغزل المحله، وادار لقاء الاهلي والجونه، وادار لقاء الاهلي وكهرباء الاسماعيليه. يعني لما يكون امين عمر في الدوري السنه دي لعب 17 مباراه 5 منهم للاهلي، تيجي تجيب النسبه المئويه تلاقي تقريبا ان امين عمر ادار 30% من لقاءات النادي الاهلي. يعني تلت المباريات اللي ادارها امين عمر في الدوري هذا الموسم كانت للنادي الاهلي. غريبه. هو امين عمر فاخر، الامين الفاخر للنادي الاهلي بس. يعني كل لقاءات النادي الاهلي يجي لها امين عمر. اشعر برائحه كريهه تسكم الانوف. يبدو ان الجوله الاخيره لحسم الدوري المصري الممتاز هذا العام سوف تشهد رائحه كريهه. قد يتجه الدوري، سفينه الدوري الممتاز، وتتغير اتجاهها بواسطه الفاخر امين عمر. ولما تيجي تدور على الحكم الالماني برضه هتلاقي وراه مشاكل. ده قاعد في حراسه الشرطه قبل كده. هو ليه اتحاد الكوره ولجنه الحكام بيتعمدوا يجيبوا حكام عليهم علامات استفهام؟ ليه؟ الزمالك دافع لك 70,000 دولار، ما تجيب له حكم من حكام الصفوه. وبعدين هو في مصر مفيش غير امين عمر يحكم لقاءات للنادي الاهلي. امين عمر ادار السنه دي 17 لقاء. الاهلي والمصري وفاركو، المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري، الاسماعيلي ومودرن سبورت، الزمالك والاسماعيلي، بيراميدز والاسماعيلي، بيراميدز وطلائع الجيش، بيراميدز والبنك الاهلي، الاهلي والمصري في الدور الاول، وبعدين الاهلي والمصري جوله الحسم دي، الاهلي وغزل المحله، الاهلي والجونه، الاهلي وكهرباء الاسماعيليه، بيراميدز وانبي، سيراميكا والمصري البورسعيدي، بتروجيت ومودرن سبورت، الاسماعيلي والمقاولين العرب، الاتحاد السكندري وحرس الحدود. امين عمر لعب 17 مباراه، 5 في عين العدو زي 5 بتوع صن داونز للنادي الاهلي. يعني النسبه المئويه 30% من مبارياته بيديرها للنادي الاهلي. يعني تلت مباريات امين عمر تقريبا للنادي الاهلي. يا باشا هي دي مش حاجه غريبه؟ مش علامه استفهام كبيره؟ هل ان امين عمر يدير للنادي الاهلي 5 لقاءات من 17 لعبهم لا تثير الشك والريبه لدى كل متابعين كره القدم في مصر؟ هو ما فيش حكم في مصر غير امين عمر. ولو امين عمر هو الحكم اللي رايح كاس العالم يدير مباراه بيراميدز وسموحه. طب ليه؟ لان الدوري رقم 1 الاقرب ليه الزمالك.
طب الزمالك طلب حكم اجنبي يبقى يحكم تاني مباراه في الاهميه اللي هي مباراه مين؟ بيراميدز وسموحه، لان بيراميدز هو المرشح الثاني للدوري، ده النادي الاهلي هو المرشح الثالث. تخلي امين عمر، ما انت هتقول لي ده رايح كاس عالم، لا يا باشا، امين عمر حكم ملاكي للنادي الاهلي. الجميع يعلم ان امين عمر حكم ملاكي للنادي الاهلي. افتكر لما سيد عبد الحفيظ عضو مجلس اداره النادي الاهلي مدد 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 طلع وقال لك امين عمر ما حكمش السنه دي لنادي الزمالك غير مباراه واحده اللي هي مباراه الاسماعيلي والزمالك، وكأن سيد عبد الحفيظ يوجه لجنه الحكام لتعيين امين عمر لاداره مباراه الزمالك ومباراه الزمالك. ليه؟ كانوا عايزينه يوقف الزمالك باي شكل. دوري فاخر، دوري امين عمر. والله العظيم انتوا هتحصل كارثه، هتحصل كارثه. اللي انتوا بتعملوه ده يعني تخطى حدود المنافسه الرياضيه الشريفه. دي ما عادتش شريفه، ده بقت احمد يا عمر، احمد يا عمر. مين اللي هيحكم الماتش؟ امين. يا عم امين مين؟ امين ولد عبد الجليل ولا امين ولد الطحاوي؟ لا يا باشا، امين عمر، امين عمر الحكم الشريف الكادح رايح كاس العالم يا باشا، الملاكي بتاع النانوس. ويا بلدي فيكي حاجه محيراني، ازرع القمح في سنين. امين عمر بيطلع يحكم مباريات الاهلي كلها في ثواني، وكأن مفيش حكم في مصر يدير مباريات للنادي الاهلي غير امين عمر. بين قوسين ايه 7 ايه الدوري المصري الفاخر يتجه الى النادي الاهلي بمساعدة التحكيم الفاخر.